طبعا خلال عملي بالساعات احنا مثل ابن بطوطة بنلف دائما العثمانية، لأنه كل نهار احنا مثلا سوق السبت بسوق السبت، سوق الأحد بسوق الأحد. يعني مثلا عند الساعة الرملية، سوق الاثنين فوق عند الميمار سنان. فدائما يعني اللي جالس بالشارع لمدة 7 سنوات أغلب اللي يمرون على السوق صاروا يعرفون البياعين وكل واحد شنو مصلحته. فكنت أروح على بازار الجمعة. أنا بالعادة لما أروح على بازار الجمعة أتأخر شوي، يعني بالعشرة أجي. الناس يكون طلعوا من 6 من كذا، أنا الساعة 10. فكان بي صديقي يبيع بيجي، فمن يشوف الميتور تبعي جاي يصير يصيح فالي قالدم فالي قالدم. طلعوا كل الناس مين الوالد جاي؟ طلع ما بي غير اني. ففي رجل تركي جزاه الله خير، يعني صوره ان شاء الله عندي موجوده. ف يجي على هذول البياعين اللي واحد على اليمين وواحد على اليسار بمكان بيناتهم شي مترين 3، يجي يقول لهم هذا تخلونه للساعات شي، وانا ادفع قيمته من جيبي الخاص. يعني هو الارض ارضه قدام بيته، ويجي يدفع للبياعين انه هذا المحل احجزوا لي الساعات شي. جزاه الله خير. يجي يقعد عندي الحين ربع ساعه اكثر، اصلح له ساعه، اسوي له كذا، ما اخذ منه شيء. ايضا كنت كل ما اجي على بازار الجمعه بعد ما اصفط الساعات على الدزقه او على البسطه كامله، اروح اقعد مثلا شوي، تجيني فنجان قهوه وكاسه مي بصينيه. الاتراك يستغربون، لانه لاحظوا الموضوع انه كل جمعه بس اخلص هاي تصفيط الساعات تجيني صينيه فيها كاسه مي وفنجان قهوه تقدم لي، ولما اخلص يجون يشيلونها. فيسالوني يقول لك اقربائك هذول؟ اقول لهم لا والله ما اقربائي. تعرفهم؟ اقول لهم والله ما اعرفهم. فالناس يعني يستغربون كيف اقول له والله ما اعرفهم. وفعلا يعني في كل مكان كانوا في ناس يعني دائما يعني يحترموني جدا،